للاسف. راه خصنا شي توعيه وسط المغرب. راه شفت واحد الموقع الكتروني شهير في المغرب وداير عباد الله الصوره ديال، مع كامل الاسف، داير الصوره ديال تبون، ودايروا الصوره ديال الصوره ديال تبون، ودايرها في الواجهه كخبر رئيسي، زعما هو مدور ومعتقل من طرف بديك الطريقه. واش حنا نقبلوا على ان ترامب يعتقل تبون؟ واش حنا نقبلوا على ان تبون يخترق؟ واش عندنا مشكل مع الصحراء المغربيه؟ شنو خصنا كنديروا نسيو نقبلوا ان دابا تصور هذه صحافه مغرب بين قوسين، كنقول بين قوسين، وحنا عندنا ما خصكش رؤساء الدول، وعندنا القانون الجنائي، وعندنا قانون الصحافه، وعندنا قانون. علاش كنتساهموا مع هذه المناشير ومع مؤسسات اعلاميه كتلقى المال العام باش توتر العلاقه بين المغاربه، وغدا نبداو نبكيو ونشكيو؟ واش حنا غنقبلوا تعتقل تبون بديك الطريقه؟ علاه تبون انا ما مقلقش منه على هذا الشيء اللي دار في الصحراء، ولكن انا مقلق منه واش يوصل لمستوى قلقي يجي امريكي يعتقلوني من الجزائر ويديروا هكا باش لهاد الدرجه مهما كان. السلام عليكم. طبعا كيف كتعرفوا هذا الهضراوي زعيم هرقاوة، أو بليطو هو المنسق بين اليسار المخصي وبين الإخوانج. هو المنسق في تهرقاويت والمنسق في ما يفعله طوابرية ضد الوطن. شفتوه خارج كيدافع على رئيس الجزائر خايب السمية، غادي يطرطق ليه شي عرق بكثرة ما هو منفعل وكيدافع من قلبه على هاد خايب السمية الذي لا يتوانى على إعلان العداء للمغرب ويطالب دائما بتقسيم المغرب. جميع خرجاته بدون استثناء كيهاجمنا فيها هاد خايب السمية. احنا ما نهضروش على الهضراوي دائما 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 يهاجم المغرب، بل بين قوسين خرج واحد الخرجة غير موفقة كعادته، اللي حاول أنه يتدخل في الحياة الشخصية ديال سيدنا الله ينصره. مهم كيف كتشوفوه هنا كيهضر بانفعال غيطرق فيه شي عرق باش انه يدافع على هاد خايب السميه. هاد خايب السميه اللي هو يعني العدو الاول ديال المغرب، العدو اللدود ديال المغرب، مستعد انه يبيع بلاده باش انه يدمر المغرب. الهضراوي كيدافع عليه بواحد الحماس وبواحد الغضب، انتبهوا الغضب، وكيتكلم باسم المغاربه. لا سيدي حنا نرضى، حنايا باستعداد علينا لو كان يجي امريكا وتدمر هذاك البلاد كامل من اساسه، شعبا وارضا وحكومه ونظاما، باش انه ما يبقاوش تما هادوك الناس اللي كيكرهوا المغاربه واللي باغين انهم يقسموا بلادنا ومستعدين انهم يبيعوا بلادهم غير باش يقسمونا. ولكن الهضراوي ما شفناش يعني في هذه الحاله ملي هوجم سيدنا ودارت ليه جداريه اللي كانت مدفوعه الثمن من طرف النظام الجزائري لهذاك الحزب الصغير الاسباني اللي دار واحد الجداريه كبيره ديال سيدنا وديال سانشيز، جداريه قبيحه وخبيثه واللي ظلت يعني يتناقل اخبارها النظام الجزائري والإذاعة والتلفزة الجزائرية الرسمية ووكالة الأنباء الجزائرية. ما شفناك شي يا سيدي، خرجتي تمكشكش علينا بحال اللي خرجتي دابا مكشكش علينا غضربنا باش أن على قبل هاد الرئيس اللي ما كيسوى ما كيصلح. نفس التصرف درتيه فاش خرجتي كتدافع على زكريا المؤمني ولا على هذيك زنزان ديال قبرص، في حين أنه ملي كتهاجم الرموز ديال المغرب منهم سيدنا الله ينصره ولا ستي الحموشي ولا القجع كنشوفوك كضرب الطم. هذا الرئيس الجزائري اللي خارج كتدافع عليه بكل قوتك هاد الايامات راهم دايرين محامي باش انه يوقف ويدافع بلوتو يمنع المنتجات المغربية اللي كتمشي للاتحاد الأوروبي. يعني ضرب الاقتصاد المغربي، يعني ضرب الفلاح المغربي، يعني ضرب هادوك مهنيي الطرق المغاربة، يعني ضرب الاقتصاد ديال البلاد.
شفناك شي غضبتي وخرجتي وغيطرطق فيك شي عرق وجالس كتلوح علينا في بزقك باش انك تدافع على المغاربه. ما شفناكش نهار تقتلوا 3 ديال الشباب مغاربه او بلوتو ضربوا بالرصاص ماتوا 2 منهم وواحد تم الاحتفاظ بجسده عندهم حتى عطاوهم عائلته 80 مليون. ما خرجتيش كتحتج وبزقاتك طايره باش انك تدافع على المغاربه. نهار ضربوا السماره البوليساريو اللي كترعاها الجزائر او بليطو اللي هي الذراع الارهابي للجزائر وقتلوا شاب مغربي، ما شفناك شي خارج اسيدي كتدافع وكتغوت علينا بحال اللي خارج دابا تتكلم على موقع اعلامي مغربي. وملي كيخرج التلفزيون الرسمي ديالهم ووكالات الانباء ديالهم وجميع التلفزيونات اللي تابعه للمخابرات ديالهم كتهاجم المغرب يوميا وتهاجم نساء المغرب يوميا وكتوصفهم باقدح النعوت اللي منهم مراتك والزوجه ديالك والام ديالك وبنتك، ما كتخرج شي بزوقاتك طايره. ولا هنا حيت كاين الفلوس، حيت هما اللي كيخلصوك لي سوبر شات لي سوبر تانكس المتابعات مشاهده فيديوهاتك كلها طريقة باش أنهم كيخلصوك بها، بالإضافة إلى أشياء لا نعلمها وما خفي أعظم. حنا كنعرفوا أن فيديوهاتك ما موجهاش للمغاربة، لأنك تعلم أن أكثر من 76% ديال المتابعين ديالك هم جزائريون، والباقي يعني ماشي مهم لأنه باقي المغاربة كيدخلوا فضولا باش يشوفوا ماذا تفعل. ولكن باش تخرج هكا بطريقة مفضوحة أنك يعني كتدافع بهذيك الجهد وبهذيك القوة على واحد النظام الذي يعني يعادينا ليل نهار، في حين أنك في محادثاتك الخاصة كتخرج تتكلم على كيفاش أننا نتحايلوا على المغاربة ونجمعوا المغاربة باش نحشدوهم ضد النظام الملكي. ولا نسيتوها الفيديو حتى لا تشديت ولا وقعت شي حاجه كنشهد تيقول لك واي اللي مظلوم. اهم حاجه هو كيفاش نحشدوا المغاربه بزاف يوليو معنا باش نضغطوا على المؤسسه الملكيه باش يوقع التغيير. الا بغينا نحشدوا معنا المغاربه ويوليو كيتصنتوا لنا، خاصنا نهضروا بلغه المغاربه، خاصنا ندينوا بدين المغاربه، خاصنا نمشيو مع الحيط اللي كيمشيو فيه المغاربه. ما يمكنش نكونوا معزولين على المغاربه ونواجهوا الملكيه. باش نكون معكم واضح، الهضراوي هو زعيم الطوابرية سواء ديال برا ولا ديال الداخل، هو الزعيم. للأسف كيف قال هو عنده شرعية السجن عطاه شرعية، ما عرفتش الأنواع ديال الشرعية اللي كيعطيها السجن شنو هي. المهم هو قالك عنده شرعية السجن واستغل هذيك السجن ديالو أحسن استغلال باش جمع عليه الجوقة ديال هرقاوة، الجوقة ديال الطوابرية، نسق بينهم. هو اللي كينسق ما بين اليسار المخصي وكينسق ما بين الإخوانج. هو الذي يحب كل ما هو عدو للمغرب وعدو للمغاربة، وكل ما هو من شأنه أنه يضر المغرب ويضر المغاربة. هو عزيز جدا على قلب الهضراوي. ما عليك أيها الهضراوي إلا أنك تمشي تعيش عند عمك تبون اللي جالس كتدافع عليه بكل هاد الحماس، وقربتي أنك تهز العصا وتضرب المغاربة. ودابا بغينا نهضروا شويه على فريقنا الوطني. لاول مره كنشوف انه الجمهور ديال واحد البلاد واللي كيتلعب الكان في بلادو، واللي الفريق الوطني ديالو يعني كيدير واحد النتائج ما بيهاش، ماشي مبهره ولكن ما بيهاش. وان فرق وحده اخرى منها الرديف اللي جاب لنا كاس العرب، منها ديال الشباب اللي جاب لنا كاس العالم والالعاب الاولمبيه وزيد وزيد. فكنشوف انه يعني الشعب المغربي كيمارس ضغوط على الفريق الوطني المغربي باش انه يدخل مضغوط للمباراة ديالو مع الكاميرون. ما فهمتش علاش صراحة.
سي فغي بانه المباراه الاخيره ما كانتش في هذاك المستوى اللي كنا كنتوقعوه، ولكن راه في المقابل هذاك الفريق ديال تنزانيا راه لعب بواحد الطريقه مستحيل تخلي اي فريق يلعب معاها كره، فهي رجعات اللور، يعني دارت الطوبيسات كيف كيقولوا، وما خلاوش المغاربه يلعبوا كره. زيد عليه أنه الضغط الذي يمارس على اللاعبين وعلى المدرب وعلى الفريق التقني شي حاجة ما زويناش بزاف. فكنتمنى أنه المغاربة يدعموا الفريق الوطني، دعموهم كيف ما كان اللعب، كيف ما كانت النتيجة، فهما ديالنا. في حين أنه كنشوف أنا شي تعاليق وكنشوف شي حوايج صراحة راهم يهرسوا أي واحد غادي يدخل التيران. ها شنو غادي يديروا لكم الكاميرون، ها غادي ياكلوكم، ها غادي يضحكوا عليكم، ها غادي يرجعوكم ضحكه، واش نتوما غتقدوا على الكاميرون، واش نتوما غتقدوا. شحال من مره حنا غلبنا هذاك الكاميرون. زيادة لما يمارسه الأعداء، فالكثير من المغاربة ماشيين في نفس الخط وكيمارسوا أيضا يعني الضغط على اللاعبين المغاربة وعلى المنتخب المغربي. بدل أنكم تضغطوا على المنتخب المغربي وتحطوه في واحد الموقف ديال الضغط وديال أنهم يدخلوا يلعبوا هما ما مرتاحينش، بالعكس خاصكم تحطوا الضغط على الأعداء، على الحكام، على الظلم التحكيمي اللي كيتعرض ليه الفريق الوطني، وتكونوا إلى جنبه ظالما أو مظلوما. هذا هو رأيي. فالفريق الوطني ديالنا يحتاج الدعم منا، ما عندوش مقابلات سهلة، سواء بقى يعني إلى بقى راهم غادي يتزادوا يصعبوا المباريات، يعني كل مرة غادي يصعبوا المباريات. لذلك وجب علينا كمغاربة أننا نعطيو دعم مطلق لفريقنا الوطني وللاعبي الفريق الوطني ولمدرب الفريق الوطني، سواء عجبنا الحال ولا ما عجبناش. شوفوا التطبال اللي كيطبلوا المصريين للفريق ديالهم، شوفوا التطبال اللي كيطبلوا الجزائريين للفريق ديالهم، مع انهم ما واصلينش للمستوى ديال الفريق ديالنا. لذلك وجب علينا اننا ايضا نكون في الموعد، واننا نشجعوا فريقنا بدون انقطاع وبدون شروط. شكرا بزاف والى اللقاء.